في حاجة أخيرة عايزين نتكلم فيها يا شباب، وهي اللاندنج زون. تخيل معايا كده إن حضرتك رايح تبني عمارة، لقيت أرض فاضية، فرحت طالع بالعمارة. وبعد كده اكتشفت ده، والله ده أنا محتاج كهرباء، ده أنا محتاج غاز، ده أنا محتاج مواسير صرف صحي. فبعد ما بنيت العمارة ابتديت تفكر في في اللي هي المنافع بتاعتها. فهل ده تفكير اركتكت مظبوط؟ يعني الاركتكت اللي بنى العماره دي بقى المفروض نعمل في ايه؟ ده بيكوال بالظبط يا شباب، هو نفس القصه. هو الاركتكت، حضرتك كاركتكت بتقعد مع الكلاينتس او الكاستمر والستاك هولدرز اللي عليهم، مثلا الديفيلوبر والادمنستريتور والداتا انجينير والسكيورتي انجينير، بتاخد منهم الريكويرمنتس بتاعتهم، وبعدين حضرتك بتترجمها لاركتكت ينفع يتطبق على الكلاود. فحضرتك قبل ما تديبلوي السيرفيسز بتاعتك على ايجور، حضرتك بتفكر ازاي السيرفيسز دي هتكلم بعضها. انت حضرتك بتظبط النتورك الاول، ازاي هتعمل governance، هتعمل المانجمنت جروب شكلها عامل ازاي، السبسكريبشن شكلها عامل ازاي، الريسورس جروبس، الريسورسز، الكلام ده كله. طيب السكيورتي اخبارها ايه؟ ازاي هتعمل سكيورتي؟ ازاي هتعمل مونيتورنج؟ ازاي ايدنتيتي اند اكسس مانجمنت اند سو اون؟ ازاي مثلا انك يبقى عندك مانجمنت جروب او سبسكريبشن تبقى دي كوميشن، اللي هو مثلا ريسورسز ما بقتش شغاله ولكن هي ستيل موجوده فور مثلا كومبلانس بوربس مثلا. تمام. فهي دي ببساطه اللاندنج زون. شايفين هنا يا شباب؟ ادي عندي التننت روت مانجمنت جروب، وعندي ادي الدومين بتاعي، وانا عملت كذا مانجمنت جروب. تمام. واحده للساند بوكس، ودي عملت عليها في بوليسي هنا ده يا شباب الايكون بتاعت البوليسي. تمام. دي ساند بوكس، فدي مثلا ممكن البوليسي اللي تطبق عليها، زي مثلا انك تالاو اس كيوز معينه، انك مثلا الماشينز بتاعتك ما تبقاش شغاله 24، لان مثلا ليه مثلا تسيب حاجات شغاله طول اليوم واحنا مثلا بنخلص الساعه 5؟ تمام. فدي ممكن البوليسي اللي تطبقها على الساند بوكس. حاجات عايزه تطبقها على مستوى الاورجنايزيشن كلها. تمام. فتعملها على التوب ليفل من هنا. تمام. حاجات دي كوميشنز، دي سبسكريبشن او ريسورسز ما بقتش شغاله ولكن موجوده، زي ما قلت لك، ان هي فور كومبلاينس بيربسز. تمام. وهنا بقى مثلا ايدنتيتي مانجمنت، كونكتيفيتي، هنا مثلا هتحط الحاجات بتاعت النتوركينج والكلام ده كله، وهنا هتحط الحاجات بتاعت الايدنتيتي والمانجمنت. طيب خلينا بقى نبص كده على المنظر الجميل ده. دي حاجة مصغرة. بص كده على المنظر الجميل ده كده، ايه رأيكم؟ هنا مثلا هنا التوب او التننت روت جروب، وهنا عندك الانتر اي دي او الايجر اكتيف دايركتوري، هنا اليوزرز والجروبس والسيرفيس برنسبل، وهنا الاون بريم اكتيف دايركتوري، وهنا بيبقى فيه الاي دي سينك اللي بتسينك ما بين الاون بريم يوزرز والاكتيف دايركتوري، وهنا حاجات خاصه بالديف اوبس تولز، ازاي السي اي سي دي بتشتغل، وهنا مثلا حاجات للساند بوكس سبسكريبشنز. وهنا بقى انت ممكن تضيف بقى هنا حاجات زي مثلا مايكروسوفت ديفندر فور كلاود، مايكروسوفت سنتينل اللي هو السيم سوليوشن او كلاود سكيورتي بوزيشن مانجمنت. حاجات من اللي تاخدها في اعتبارك ان اللاندنج زون دي تبقى سكيلابل، انك لو عايز تضيف
سبسكريبشن، تضيف مانجمنت جروب، تضيف مثلا فيرتشوال نتورك، تضيف كمبيوت ريسورسز. فدي الحاجات اللي انت بتديزاين ليها وانت ايه بتعمل بتبلان ليها وانت بتديزاين السوليوشن بتاعك. هنا عندك مثلا حاجات خاصه بالنتوركينج. شايفين هنا؟ شايف فيرتشوال نتورك في سبسكريبشن وفيرتشوال نتورك في سبسكريبشن تانية عشان يكلموا بعض. عمل ايه هنا؟ الحاجات الخاصه بالكونكتيفيتي. شايفين هنا حط الايه؟ الفاير وول والاكسبريس روت والفي بي ان والايجور دي ان اس. تمام. هنا مثلا ايه؟ الايدنتيتي. تمام. والكوست مانجمنت. وهنا الايجور مونيتور. وهكذا يا شباب. فدي حاجات بتبقى عندك تاخدها في اعتبارك وانت ايه بالديزاين السوليوشن بتاعك. مش ان انت مثلا تروح تقول له والله كريت لي فيرتشوال ماشين وبعد كده ايه تشوف طب انت هتسكيورها ازاي. طب ازاي الفيرتشوال ماشين دي هتكلم الداتابيز؟ طيب هل الفيرتشوال ماشين دي سكيلابل ولا لا؟ ولا احنا كده عملناه وخلاص؟ طيب ازاي هت اصلا آه لو انت عايز تكونكت على الفيرتشوال ماشين دي من بره، ازاي هتكونكت عليها؟ هل مثلا تكونكت ب هتسيب عليها بابليك اي بي وتسيب الريموت عليها مفتوح لاي حد يقدر يكسسها، ولا هتريموت مثلا عن طريق جامب بوكس او ايجور باستيون؟ فكل دي حاجات بتاخدها في اعتبارك وانت بتديزاين للسوليوشن بتاعك. دي اللاندنج زون ببساطه جدا. تمام. في تول بتساعدك اسمها لاندنج زون اكسلريتور. حضرتك بتروح هنا تقول له ديبلوي كاستم تمبلت. هنا شايفين هنا ايجور لاندنج زون. عايز تديبلوي المانجمنت بتاعتك جروب في انهي ريجون، فتقول له خليها في ويست يوروب مثلا، وتقول له نيكست. هنا بيقول لك ايه؟ حط بريفكس ل الروت بتاعك. نقول له هنا مثلا اي زد 305. هنا بقى شايفين بيسألك على السبسكريبشن اوبشن، وعايز سكندري ريجن ولا لا، وعايز تبريفنت الكلاسيك ريسورسز اللي هي القديمه. فهو عامل لك بيساعدك ازاي. قال لك يس ريكومندد، يس ريكومندد. تمام. عايز بعد كده تقول له نيكست. طيب عايز تنفورس الكي فولت. كي فولت ده الشباب اللي هو اعتبرها كده زي ستورج على ايجر، بتخزن فيها السيكريتس والكي والكلام ده على ايجر. هنبقى نتكلم عليه. فبقول لك ايه؟ يس ريكومندد. عايز تعمل تنفورس الباك اب والريكفري، اقول له يس. تمام. عايز تديبلوي لوج اناليتيك ورك سبيس، تقول له يس. تمام. فدي حاجات كلها ايه؟ هو بيساعدك. شايفين هنا برضو يقول لك ديفندر فور كلاود. ده كلاود سكيورتي بوزيشن مانجمنت. بيعمل لك فولنربيلتي اسسمنت كده وبيديك سكور ويعمل لك ريكومنديشن. تمام. بعد كده هتخلص بقى الحاجات دي. هو هنا بيساعدك عشان انت ايه؟ ممكن تكون ناسي حاجة او الكلام ده، فساعتها ايه؟ هو هنا بيساعدك وبيكريت لك كل الحاجات وعامل لك هنا ايه؟ يس وريكومندد، يس وريكومندد. تمام. ده بيساعدك بقى في المونيتورنج والايدنتيتي اند اكسس مانجمنت والجفرنس والنتورك توبولوجي والكلام ده كله. تمام. عايز النتورك بتاعتك تبقى عامله ازاي؟ تمام. وبعد كده الايدنتيتي وتقول له ريفيو اند كرييت، وبعد كده ايه؟ كرييت. فدي حاجات بتساعدك انك تعمل لاندنج زون محترمه.